هذا النصاب اللي أمس من بعد العشاء إلى الساعة 2 وهو في نفس المكان لابس البدلة هذا، ويوم كلمته انحاش. هذا لابس بدلة شاريها وجالس يستعطف الناس ويستغل سذاجتهم. البلدية تعال تعال صديق، تعال نكلم مدير الحين يجي شرطة. تعال انت ما في بلدية. هذا صادق، هذا عامل صادق تمام. هذا ايش شغل؟ هذا نفر ثاني انا اكلم. ايوه هذا وقف هنا على طول. هذا ايش نفر هذا انا اكلم الحين؟ ايش يسوي هذا؟ هذا ايش؟ علي بابا شغل. هذا علي بابا، هذا ما في بلدية. هذا يجيب بدلة بعدين شغل عشان يشيل فلوس. هذا يا شباب الان بطاقته صحيحة، نفس الشركة طويق معروفة اللي ماسكة جنوب وغرب الرياض. الاثنين خلاص شكرا. طبعا الاثنين اللي صورتهم قبل شوي هربوا مباشرة من المكان لأنهم جالسين يستعطفون العالم استعطاف. هم يشتغلون يا في مدرسة ولا في مسجد ويستغلون العالم الآن، يدفعون الزكاة ويدفعون الصدقات. طبعا كل المطلوب منه انه يشتري بدلة او يفصلها صفراء ويشيل معه مكنسة وسلة، وبعد ذلك يبدأ في عملية استغلال واستعطاف العالم. لا هو ينظف ولا حاجة، واقف في الشارع ينتظر الناس تعطيه. طبعا أنا حرصت أني أصور هذا الشيء اللي شفته ولاحظته أكثر من يوم عند الإشارات وعند مواقف السيارات، فيحرص الواحد في دفع زكاته أو صدقته أنه يأخذها مستحقها، ما نكون بهذه السهالة ندفع لأي شخص. صاب وين بطاقة؟ وين بطاقة؟ بطاقة وين؟ أنت وين شغل؟ وين شغل اللي دفع؟ أنت شغل وين؟ طبعا أنا أؤمن أن العامل النظافة مستحق، لكن عامل النظافة الصحيح الحقيقي. طبعا كيف تعرف العامل الحقيقي اللي يتبع البلدية أو العامل اللي يدعي أنه عامل بلدية بينما هو يعمل في وظيفة أخرى؟ العامل الحقيقي دائما راح تجده في الحارة بين المنازل ينظف ويكنس بكل أمان، وهذا نشوفهم دائما في حاراتنا. العامل الكاذب أو المدعي هذا دائما راح تجده عند الإشارة وعند المواقف السيارات. طبعا هم بما أنهم منتشرين هذه الفترة حرصت أني أسجل هذا المقطع لنستفيد منه ونضع أموالنا لمستحقينها فقط. هذا الفيديو للتنبيه، فأسأل الله أن ينفع به.